زراعة شريحة إلكترونية في الدماغ ديال الإنسان أصبحت حقيقة على أرض الواقع. شريحة مزروعة في دماغ إنسان. الفكرة أصبحت واقعا واعدا بحسب وصف ماسك. هاد الفكرة ديال زراعة الشرائح الإلكترونية في دماغ الإنسان شحال هادي وبزاف ديال الشركات في العالم كيحاولوا يوصلوا ليها، ومن بين الشركات اللي كانوا خدامين على هذا البروجي شركة نيورالينك التابعة لأغنى رجل في العالم إيلون ماسك. وفي هذا الأسبوع إيلون ماسك غادي يخرج بواحد المفاجأة للعالم، وغادي يعلن على النجاح ديال أول تجربة زراعة شريحة إلكترونية في الدماغ ديال الإنسان. إيلون ماسك يعلن عن نجاح عملية زرع الشريحة لأول مرة في دماغ إنسان. في هذا الفيديو غادي نعرفوا ديالاش هاد الشريحه ولاش كتصلح وكيفاش كتخدم، وشنو الهدف من زراعه شريحه الكترونيه في الدماغ ديال الانسان، وشنو هي الخطوره ديالها على مستقبل البشريه. فتبع معايا الفيديو حتى الاخير، وقبل ما نبداو ما تنساش على انك دير لايك وتبارطاجي الفيديو باش تدعمنا على الاستمرار، ونبداو على بركه الله. في سنة 2020 إيلون ماسك أعلن على البداية ديال التجارب ديالو بخصوص زراعة شريحة الدماغ. غادي يفتحوا لك الدماغ ديالك وغادي يجيبوا واحد الشريحة إلكترونية صغيرة وغادي يزرعوها وسط منه، وهاد الشريحة الإلكترونية غادي تبقى تقرا الأفكار ديالك وتحلل المشاعر والأحاسيس ديالك. بل أكثر من ذلك، هاد الشريحة الإلكترونية غادي تمكنك من أنك تتواصل مع الأجهزة الإلكترونية بحال التليفون أو البيسي أو التلفاز فقط من خلال الأفكار ديالك. التحكم في الهاتف أو الحاسوب أو أي جهاز تقريبا بمجرد التفكير. انت كتفكر هنايا والتليفون ديالك او التلفازه كتخدم ليه. تخيل معايا كيفاش غادي يكون الاحساس ديالك. ولكن السؤال اللي كيتطرح هو كيفاش غادي يديروا لهذا الشيء. في البدايه خليني نقول لك على ان الدماغ ديال الانسان فيه ما يصل الى 86 مليار خليه عصبيه، وهاد الخلايا العصبيه كتربط الدماغ ديال الانسان بالجسم ديالو في واحد المده اللي هي قصيره، باش كيكون واحد التواصل وواحد التبادل ديال المعلومات ما بين الجسم وما بين الدماغ ديال الانسان في واحد المده اللي هي سريعه. وباش تستوعب هاد السرعه اللي كتخدم بها الخلايا ديال الدماغ ديالك، حرك يديك بحال هكا وشوف المده اللي استغرقتها يديك باش تلقى الرساله مع الدماغ ديالك وتحرك. كندويو على واحد المده اللي ما كتستغرقش اكثر من جزء من الثانيه. فالخلايا العصبيه كتواصل فيما بينها عن طريق واحد الاشارات كهربائيه وكيميائيه اللي كتمشي من خليه عصبيه لخليه عصبيه اخرى، وبهذه الطريقه الدماغ كينظم كاع الوظائف ديال الجسم ديالنا. ولا فهمتي هذه العمليه المعقده اللي كيديرها الدماغ ديالك، غادي تفهم كيفاش كتخدم الشريحه الالكترونيه ديال ايلون ماسك. فالشريحه الالكترونيه ديال ايلون ماسك تم الصناعه ديالها باش تكون مشابهه للخلايا العصبيه في دماغ الانسان، وباش تكون قادره على قراءه الاشارات العصبيه بين خلايا الدماغ والتفاعل معها. بهذه الطريقه عن طريق التحليل ديال الاشارات الكهربائيه في الدماغ ديالك غادي تقدر الشريحه الالكترونيه تقرا الافكار ديالك وتفهمك كيفاش كتفكر، اشنو باغي، شنو كتشهى، اي حاجه. هذه الشريحه الالكترونيه سبقت الشركه ديال نيورالينك على انهم سيوها في الحيوانات وبالضبط في الخنازير. فجابوا الخنزير الاول وزرعوا له الشريحه في الدماغ ديالو وعطاوه يشم الماكله، وبالفعل فاش كان هذا الخنزير كيشم الماكله قدرت الشريحه الالكترونيه على انها تستقبل الاشارات اللي كيصيفطوا من النف ديالو للدماغ ديالو. وهذه الاشارات ديال النشاط الدماغي عند الخنزير بانت على جهاز الكمبيوتر، والخنزير الثاني خلاوه يتمشى فوق جهاز المشي باش يدرسوا الحركات ديال رجليه وهو كيتمشى. وبالفعل عاوتاني قدروا على انهم يقراوا الحركات ديال رجليه ويتنبؤوا بالحركات ديالو عن طريق الشريحه الدماغيه. ومورا النجاح ديال التجارب على الحيوانات بداو كيطبقوا هذا الشيء على البشر. واول تجربه ديال زراعه شريحه الكترونيه في الدماغ ديال الانسان كانت في 28 شهر 1 2024. ايلون ماسك كيقول على ان التجربه الاولى نجحت ودازت بسلام، وعلى ان المريض كيتعافى بشكل جيد وما بانت عليه حتى شي مضاعفات او لا شي مخاطر، وبانهم متبعين الحاله الصحيه ديالو، وبمجرد ما انه غادي يتعافى غادي يبداو يديروا عليه دراسات اخرى باش يشوفوا كيفاش كتفاعل هذه الشريحه الالكترونيه مع الدماغ ديالو. والهدف من هذا الشيء بحسب ايلون ماسك هو الربط ما بين الاله وما بين الدماغ ديال الانسان. فهاد الشريحه الالكترونيه في المستقبل غادي تكون قادره على انها تجمع كاع المعلومات اللي كتعلق بك، تقيس النبضات ديال القلب ديالك، تعبر لك السكر، تخزن لك الذكريات ديالك، وتساعدك على انك تفكر شي ذكريات اللي هي قديمه، وتعرفك فين كتمشي وشنو عزيز عليك واش كتعاني من شي مرض في الجسم ديالك. بل اكثر من ذلك غادي تساعدك حتى باش تخلص من الامراض النفسيه والجسديه. فايلون ماسك يقول على ان هذه الشريحه غادي تساعد الناس اللي عندهم شلل نصفي او لا مصابين بالعامه باش يولي عندهم واحد الامل في العلاج من جديد. وتأمل الشركة من خلال هذه الشريحة الوصول لعلاج لحالات طبية كالشلل والعمى. بطبيعة الحال هذه الشريحة الإلكترونية تقدر تكون مفيدة للبشرية وتقدر تساعد الناس باش أنهم يتخلصوا من الأمراض المستعصية، ولكن كاين بزاف ديال الخبراء والدكاترة اللي كيحضروا هذه الشريحة وكيقولوا على أنها تقدر تولي أداة للتحكم في البشر، حيت كندويو على واحد الشريحة إلكترونية اللي عندها اتصال مباشر مع الدماغ ديال، وفي نفس الوقت عندها اتصال مباشر مع الشبكات الإلكترونية، مع الإنترنت، مع الكمبيوتر. فالسؤال اللي كيتطرح هو واش هذه الشريحة الإلكترونية غادي تكون مفيدة للبشرية أو لا غادي تحول الإنسان لما يشبه الآن، وغادي يولي بحال شي أداة للتحكم عن بعد. بغيت الرأي ديالكم حتى نتوما في التعليقات. وقبل ما نساليو ما تنساش على انك تبارطاجي الفيديو، ولا كنتي اول مره كتشوف فيديو من الفيديوهات ديالي فما تنساش على انك دير فالو الباج باش يوصلوك الفيديوهات جداد. تلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله، ودمتم في امان الله.